سلام يسوع. في سؤالين مرتبطين ببعض. السؤال الأولاني بيقول: لماذا تقرأ النبوات في يوم السبت العازر مع إن النبوات لا تقرأ في يوم السبت؟ والسؤال الثاني بيقول: إذا كان المسيح مات يوم الجمعة واندفن وقام يوم الحد، ليه إحنا في سبت النور أو ليلة أبو غلمسيس آخرها بنتناول؟ الحقيقة عايز أقول لصاحب السؤال أو صاحبة السؤال إن أسبوع الآلام يبدأ بسبت العازر. الصوم الكبير بيتختم يوم جمعة ختام الصوم، والصوم الكبير ده صوم لوحده، وأسبوع الآلام ده صوم لوحده. ليه الكنيسة حطت أسبوع الآلام يبتدي بسبت العازر؟ لأن عيلة العازر نفسها كلها تمثل البشرية كلها. مرسى الكبيرة معناها ربة منزل أو سيدة منزل. مريم الوسطانية معناها المتمردة. لعازر معناه البتول، جت منها المؤنث عذراء، المذكر لعازر. زي مثلا كلمة مادونا، كلمة مادونا يعني عذراء، كلمة مارادونا يعني لعازر. علشان كده نلاحظ ان كلمة بتول سواء امرأة او رجل يعني معناها منتظر ان يتخطب، منتظر عريس لنفسه. فالبشرية كلها منتظرة العريس السماوي. مرسى لوحدها ربة المنزل، سيدة المنزل، رمز لآدم وحواء اللي كانوا بيسودوا على الجنة كلها. كان آدم هو السيد وهي مرات السيد، لكن ضحك عليهم الشيطان وخدعهم فسقطوا. فلما سقطوا جاءت مريم يعني متمردة، يعني البشرية كلها تمردت على الله وضاعوا. لكن نلاحظ إن من هذه المتمردة يجي الخلاص. يعني زي ما المرأة خرجت آدم من الجنة، هي المرأة اللي جابت المخلص. العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، وهي عذراء. يعني عذراء يعني زي ما قال بولس الرسول. يعني لو أنا وانتو رحنا لكورنثوس الثانية إصحاح 11 آية 2، بولس الرسول بيعرفنا حاجة جميلة: فإني أغار عليكم غيرة الله. يعني أغار عليكم غيرة الله لما واحد بيبقى خاطب واحدة يغير عليها لما تلتجئ لرجل آخر أو تبص لحد تاني، فبيوصلنا مشاعر الله. أغار عليكم غيرة الله. طب في إيه غيرة الله؟ لأني خطبتكم لرجل واحد اللي هو يسوع المسيح. خطبتكم، واللي بيخطب حد بيدفع الشبكة، والشبكة اللي دفعها يسوع دمه بالكامل، لا فضة ولا ذهب ولا أحجار كريمة، دمه بالكامل. طيب لما اتخطبنا بالروح القدس لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. إذن كل الأنفس البشرية ممثلة في كلمة العذراء اللي هي بيمثلها لعازر. يبقى إذن مرسى رمز للبشرية لما استلمت العالم وكانت سيدة الكون كله. بعد ما سقطت نشوف مريم المتمردة اللي تمردت لكن جه منها المخلص. ثم نرجع للعازر نتيجة الخلاص. فسبت العازر بيتكلم عن الانتقال. يعني ايه الانتقال؟ يعني أكبر معجزة عملها يسوع هي إقامة العازر. انتوا عارفين ان اليهود كل معجزة يعملها يسوع يطلعوا فيها القطط الفطسة ويحاولوا يشككوا الناس فيها. ساعات يقولوا لا ده بيمثلوا، ساعات بيقولوا ده جابوا واحد وعمل نفسه انه ميت، ساعات يقولوا كذا. في كل معجزات يسوع حتى الرجل المولود أعمى جابوا أبوه وسألوه: انتوا ابنكم ده فعلا اتولد أعمى؟
يعني معناها نوع من التشكيك. ولو ما قدروش يشككوا يقولك ده عمل المعجزة في يوم السبت يبقى ده مش من الله. نحن نعلم أن هذا الرجل خاطئ. فاليهود كانوا بيشككوا. المعجزة الوحيدة اللي اليهود لم يستطيعوا أن يشككوا فيها إقامة لعازر، لأن لعازر مات، البلد كلها طلعت معهم، راحوا دفنوها، وبعد ما دفنوه ب4 أيام جه يسوع. فده هنا يبين لنا إن مفيش حد يقدر، دي شهادة بلد بالكاملة، المكان كله بالكامل بيشهد إن الراجل ده مات. وأكبر شهادة شهادة أخته اللي بتحبه، لما جم يرفعوا الحجر قالت لهم لا ده أنتن، لأن له 4 أيام، ريحة النتانة والعفونة. ولما يسوع قال لهم ارفعوا الحجر، طب يا يسوع مش انت قلت إن كان ليكم إيمان مثل حبة الخردل تقولوا للجبل انتقل ينتقل، ليه انت ما رفعتش الحجر؟ يقول لك لا، أنا عايزهم يرفعوا الحجر عشان يشموا ريحة العفونة خارجة من القبر عشان يتأكدوا. ورقم 4، الإنسان بيفسد بالكامل بعد 3 أيام، لكن ليه 4 أيام؟ لأن يوم عند الله ك1000 سنة، و1000 سنة كيوم واحد. من آدم لإبراهيم 2000 سنة، ومن إبراهيم للمسيح 2000 سنة، يبقى من آدم للمسيح 4000 سنة، يعني كأنهم 4 أيام في نظر الله. عشان كده قد أنتن، لأن الجميع زاغوا وفسدوا، يعني نتنوا وأعوزهم مجد الله. فجيه المسيح لما رفعوا الحجر رفع قلبه للآب، حصلت عملية انتقال، خرج الموت من لعازر اتحط على رأس المسيح. هقول لكم ازاي اتحط على رأس المسيح. وخرجت الحياة من يسوع دخلت في لعازر لما قال له لعازر هلم خارجا. من تلك اللحظة التي أقام فيها يسوع لعازر، اليهود صمموا على قتل يسوع، وكانوا عايزين يقتلوا نفس لعازر، لأن دي شهادات ما قدروش يفلفصوا منها يمين ولا شمال. فاحنا بنعتبر سبت لعازر، بنعتبر ان هذا السبت هو بداية اسبوع الآلام. اسبوع الآلام لابد ان تكون فيه نبوات، فاذا دخلنا سبت لعازر في اسبوع الآلام يبقى لازم تقرأ فيه نبوات. اما باقي السبوت ما تقراش فيها نبوات ابدا. احنا عندنا يوم السبت ويوم الحد ما بتتقريش فيه نبوات، لكن دخل السبت اتقرت فيه نبوات، دخل حد الزعف اتقرت فيه نبوات، والاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعة النبوات اتقرت. علشان كده نلاقي اسبوع الآلام طالما دخل فيه السبت والحد لغاية يوم الجمعة لغاية ليلة أبو غلمسيس، يبقى هنا تقرأ النبوات أحبائي. أما سر التناول فبيحصل في سبت العازر. ليه سر التناول؟ لأن سر التناول في سبت العازر عشان نقول إن جسد الرب ودمه اللي أقام لعازر إحنا بنتناوله عشان يقيمنا. وليلة أبو غلمسيس بنتناول لأن بنعرف إن يسوع بموته أعطانا جسد ودمه. وعايز أقول لكم حاجة، إن التناول بتاع سبت العازر ده عبارة عن تناول يرمز إلى إقامتنا في المسيح، أقامنا معه. طب ويوم خميس العهد ده عهد المسيح للمناولة، بنشارك فيه الرسل، بس يوم خميس العهد يتناولوا قبل أن يذوق الموت. إحنا بنتناول ليلة أبو غلمسيس بعد ما ذاق الموت، عشان كده أبونا يقول له وذاق مش ذاق الدم، ذاق الموت. وقال لهم خذوا اشربوا منه كلكم. من هنا نجد الصورة الكاملة في طقس الكنيسة اللي بيوضح فكر اللاهوت الكامل في أن المسيح أقامنا معه. أما ليلة عيد القيامة فهو الفرح الكامل بالمسيح والمشاركة الكاملة في قيامته. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يبارككم.